سلك المواعين، وهو أداة تعذيب جديدة من أطفالنا المصريين. العيال كرفوا البندول الساعة ورموا بندول الساعة، ودلوقتي مسكوا في سلك المواعين عشان موسم رمضان بقى وكده. عليا الطلاق، تبص من الشباك ولا من البلكونة تلاقي في حرب تحت، ولعة نار، الشارع بيولع. الواد من العيال بيفطر إذا كان صايم وينزل يجيب ب2 جنيه سلك مواعين وعلبة كبريت، ولع. ابقى بعدي في الشارع اقول له كابتن ثانيه بس اعدي بعد اذنك. يا ابني النار بتطرطش عليا، استنى اعدي. يا كابتن النار بتقع على رجلك، شبشبك هيسيح. العيال ما بقتش بتجيب صواريخ وبومب زي زمان ويلعبوا حرب بومب في الشارع، لا دلوقتي بيولعوا في الشارع بسلك المواعين. ولا اللي بيلعبوا حرب دول بقى بيلعبوا حرب نار. يلا يا اخويا تلعب على 2 جنيه سلك مواعين، ودي يا بطل. واللي السلك بتاعه يخلص الاول بقى. العيال بتولع في بعض ومش حاسين بحاجه عادي. والله الله يكون في عون اهاليهم، العيال بتروح تيشيرتاتها مخرمه. انا بطالب بتوع المنظفات اللي بيبيعوا السلك ما يبيعوش السلك غير لما ياخدوا شهاده تنظيف الاول من الزبون، يتاكدوا ان السلك ده فعلا هيتغسل بيه مواعين. شعب بيرضع زباله.